رمضانها هو باليمن والبركة يا غافر الذلات اكتب لنا رمضاننا 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 رمضان قد جاءنا رمضاننا 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 رمضان نور في الأفق يلو باب الجنة مفتوح جبتلنا معاك الخير كله جبتلنا معاك الخير كله من الصبح نقوم ونحضر له من الصبح نقوم ونحضر له القمر يدين وبلح على تين القمر يدين وبلح على تين اللهم مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. معادنا النهاردة مع فيديو السعادة. دايما تحضيرات رمضان رغم انها احيانا بتكون مرهقة ولكن بيبقى فيها فرحة وبهجة لكل افراد البيت. يعني زي ما انتوا شايفين في اول فيديو ولادي في مثلا لو في تفصيص بسلة، لو في حاجة ممكن يساعدوني فيها بيساعدوني وبيكونوا فرحانين جدا. النهاردة هعمل معاكم تفريزات واقعية جدا، التفريزات اللي بعد تجارب سنين اللي ينفع يتفرز فعلا عشان فعلا ما ترميش فلوسك على الارض. ايه الحاجات اللي تصبر معاكي طول السنة مش في رمضان وبس. عايزة اقول لكم بصراحة التفريزات دي يعتبر موسمية، وكمان احنا داخلين على رمضان فهتساعدك في رمضان وهتحتفظي بيها كمان طول السنة. تابع الفيديو بالكامل، ما تنسيش كرما منك كالعادة تدعميني بلايك، ولو عجبتك القناة يا ريت تشرفينا وتشتركي وشيري الفيديو لغيرك عشان غيرك يستفاد. اول حاجة حبايبي هنبدأ بيها الفراولة، وعلشان الفراولة وانتي بتفرزيها تبقى ريحتها حلوة طول السنة لو عايزة تقعد معاكي فترة طويلة، شيلي بس الحتة الخضرا اللي فوق دي وما تفتحيهاش من النص، سيبيها حب زي ما هي كده، بتبقى ريحتها حلوة قوي وبتحتفظ بريحتها القوية طول السنة. واقولك على تركايه، يبقى حطي كده على وش كل كيس او علبة هتفرزيها معلقة من السكر، بتحفظها لان السكر يعتبر مادة حافظة. دي احسن طريقة لتفريز الفراولة. وكمان احيانا لو عايزة تفريز قريب المدى، علشان على طول في رمضان لو مستعجلة بطلع وافرمها على طول بالهاند بلندر او الخلاط، بحط معاها كمان لبن. يعني ممكن كل علبة تحطي معاها كوباية من اللبن وتطلعيها تفرميها على طول في الخلاط، بتبقى حلوة. ولو عايزة تعززي القيمة الغذائية بتاعتها، انا عندي شوية مفرزاهم بس مش في الفيديو، حط عليهم بنجر. البنجر حلو قوي، هيزود القيمة الغذائية بتاعتها وبيديها لون حلو قوي، وهيبقى فيتامين سي اللي هو الفراولة مع الحديد او الهيموجلوبين اللي هتاخديه من خلال البنجر، فالاتنين بيساعدوا في الامتصاص مع بعض وبيبقى يعني حاجة يعني مفيدة جدا جدا. تعالوا بقى النهاردة برضو كمان هفرز معاكم برتقان، ومش هنسيب حاجة فيه، مش هنرمي حاجة خالص في البرتقان من اول قشره لغاية كل اللي جواه هنستفاد بيه. طبعا بعد ما غسلته كويس جدا، خدت البشر بتاعه من بره، تقدري تحتفظي بيه في التلاجة عشان تستخدميه في الكيكات طول السنة، يبقى معاكي تطلعي كده بالمعلقة تضيفيه للكيك، يبقى انت عملتي كده كيك بالبرتقان طول السنة يكون عندك. البرتقان ممكن في ناس عندها العصارة بيبقى سهل عليها تعصره كله وتعينه اللي هو ايه عصير، لكن انا متعودة على الطريقة دي وكويسة وبتنفع معايا وزي الفل. طبعا انا ممكن افرزه اكياس برتقان بس، وممكن برتقان بالجزر، وممكن الجزر لوحده اضيفه وقت ما انا عايزة. ليه انا يا بنات بقطعه دواير او اشكال؟ علشان ما ياخدش مساحة في التفريز جوه العلب او الاكياس، علشان ما ياخدش معاكي مساحة في التخزين نفسها يعني. تمام. بعد بقى لما هعمله كده في العلب، ممكن تحطي عليه جزر، وممكن كمان تضيفي عليه معلقة سكر برضو هيبقى كويس. بطلعه بفرمه في الخلاط زي ما هو كده، وبضيف عليه شوية مية واصفيه، بيبقى طعمه حلو قوي، وبيبقى على فكرة فيه بركة عن ما تعصريه اللي هو العصر وتاخدي المية بس اللي جواه يعني. جبت كده شوية من الجزر وبعدين يعني هسلقهم على البوتاجاز نص سلقة بس كده، وما برميش المية اللي جواهم يا بنات. المية اللي بتنزل من سلقة الجزر ينفع تضيفيها جوه عصير البرتقان كده وانت بتفرزيه لما يبرد الجزر، بيبقى حلو قوي. العصير البرتقان بالجزر غير القيمة الغذائية بتاعته بيدي لون حلو قوي يا بنات في الشوب كده بتاع العصير، بيبقى شكله حلو قوي. ودول كده نوعين من الفاكهة تقدري تفرزيهم، تفريزات واقعية وعملية تنفع معاكي طول السنة. لو عايزة تجيبي جوافة، هقولك تفريز الجوافة اللي بينجح معايا ان انا بجيب الجوافية واشيل البذر اللي جواها بالمعلقة،
يعني بقسم الجوافية كده وبروح مطلعة البذر بالمعلقة وبرميه، اللي بتخليلك فعلا الجوافة ما تسودش معاكي وتطلع كأنها فريش طول السنة. لو قعدت سنة في الفريزر الحركة دي ان انا بشيل البذر بتاعها واخزنها من غير البذر بتاعها خالص. يبقى دول 3 انواع عصاير ينفعوا معاكي. القشر كمان مش هترميه، هقولك تعملي ايه فيه. نشفيه كده على صينية في الشمس، وبعد كده لما ينشف خالص معاكي فرميه في الكبة، هيبقى بودر ناعم. تقدري لو انتي مثلا نقع طيور عايزة تبقى ريحتها حلوة مفيهاش اي زفارة، حطي معلقة من البودر. وممكن لو انتي قالية سمك في البيت تحطي معلقة مع كيس فانيليا على البوتاجاز يخلي ريحة البيت تحفة. وممكن تحطيه في بخاخة كمعطر مع اي حاجة في البيت بيديكي ريحة حلوة. البسلة اللي اختلف عليها ناس، وناس يقولوا لا نسلقها وبعدين نطلعها في مية ساقعة. والله يا بنات انجح طريقة للبسلة اللي هقولك عليها دي، هتفصصيها وتنضفيها من اي شوائب فيها ضروري، يبقى في حاجات كده ورق ومش عارفة ايه، تنضفيها كويس جدا وبعد كده تغسليها كويس خالص وتصفيها من اي مية زي ما انتوا شايفين انا حطيتها في المصفى. هتنزل المية بتاعتها كلها، وعايزة تعمليها أكياس لوحدها أخضر، أكياس يعني سادة بسلة سادة أو مع الجزر. أنا ساعات بعمل كده وبعمل كده لأن احنا ولادي بيحبوا البسلة بالجزر، والجزر بيخليها لونها أحمر في الطبخ وبيديها سكرة حلوة كده. فهي دي الطريقة اللي أنا بخزن بيها البسلة. وكل لما جيتي تخزني حاجات صلبة، يعني البسلة حاجة صلبة، الفاصوليا الخضراء، لكن مثلا حد يقول لي أنا هعمل الكوسة مثلا أفرزها، لا تفرزي الكوسة ما بتبقاش حلوة، هي طول السنة موجودة، أنا أفرزها ليه؟ يعني التفريزات يا بنات يعني جرت العادة إن أنا أفرز الحاجات اللي هتبقى مشحوطة طول السنة، زي البسلة مش موجودة معايا علشان كده أنا بفرزها. لكن مثلا ما اجيش على كوسة افرزها. ممكن مثلا البطاطس، يعني البطاطس انا جربتها مرة يا بنات عشان برضو المصداقية، اللي انا اعملها بطريقة ان انا اسلقها، اللي هي البطاطس مثلا هي رخيصة الايام دي عشان تبقى مثلا تخزنيها للقلية. تفوريها فورة وبعدين تنزليها في مية بتلج، وبعدين تروحي مفردها على حاجة كده لما تتشرب، وترش عليها معلقتين زيت بس ما تقليهاش ولا اي حاجة، وبعدين في اكياس تحفظيها. يعني دي يعني احسن طريقة، طلعت حلوة شوية. طبعا عمرها ما بتكون زي بتاعة المصانع اللي بتتباع في اكياس كده جاهزة تقليها على طول، ولكن حلوة وبتنفع معاكي وبتسند، خاصة لما البطاطس بتوصل 30 جنيه و25 بتلاقي حاجة زي كده عندك. حطيت كمية الجزر المعقولة على البسلة، وبعد كده هخزنها في اكياس زي ما انتوا شايفين بعد ما تصفت بدون سلقة بدون مش عارفة ايه. هي دي الطريقة اللي بتخليها ريحتها حلوة، هي بتفور وانت بتطبخيها كده تبقى ريحة بسلة طبيعية بفريش بتاعة السنة فعلا، مش اللي هي لما بتسلقيها وتطلعيها في مية ساقعة والكلام ده. بحس انها يا بنات بتدي ريحة مش حلوة في اول غلوة على البوتاجاز كده، بتحس ريحة بتدي ريحة مش كويسة. في ناس بقى مطلعة الايام دي طريقة انك تخزني بالطشة، يعني تحطي شوية زيت وتطشي فيه الخضار، تقلبيه كده بالطشة دي وبعد كده تفرزيه يبرد وتفرزيه. انا ما جربتش الطريقة دي بس ناس لسه بيتكلموا عليها الايام دي يعني. فانا ليه اروح اجرب حاجة انا مجربة الحاجة دي وبتطلع كويسة جدا جدا معايا، فانا بنصحك بيها. وانتوا عارفين انا لما بقول حاجة في القناة مش لا يمكن اخليكي ترمي فلوسك في الارض يعني، فجربي الطريقة دي ان شاء الله باذن الله ناجحة جدا. والبسلة من الحاجات الموسمية اللي طول السنة شغالة معاكي، عندك عزايم في الصيف لما البطاطس بقى بتغلى وبتبقى الصيف بيبقى مفهوش اصلا خضروات، يعني الصيف هتلاقي فيه ايه، فيه البامية وفيه اللي هو البطاطس، فبتسند معاكي برضو يعني. التفريزات دي يا بنات ممكن تعمليها يعني في يوم واحد، وممكن تعملي كذا صنف في يوم وبعدين تقسمهم على 3 ايام. على العموم الفيديو ده انا مجمعه لكم فيه كل التفريزات اللي فعلا ينفع تعمليها وهتنفعك فعلا وهتسندك جدا في رمضان. تابعي الفيديو بالكامل. احنا كده عملنا نوعين من الفاكهة، وده كده تاني اول نوع من الخضار، او يعتبر نوعين لان انا عملت الجزر يا بنات، جزر زي كده بالبسله وجزر لوحده برده زي ما انتوا شايفين. ليه؟ لو انا عامله عدس، لو انا عامله صينيه بطاطس وعايزه اضيف عليها مثلا جزر حلقات بينفعك برده يعني زي ما انت شايفه كده. وعامله جزر مسلوق اللي هو مع عصير البرتقال، فالجزر برده دخل معايا هنا في كذا صنف، سواء لوحده زي ما انت شايفه كده او مع البسله او مع البرتقال، وسعره حلو. ودايما التفريزات الشتويه حلوة زي مثلا دلوقتي السمنة برضو عشان تخزني سمنة بلدي أحسن وقت تفرزيها اللي هو شهر طوبة،
اللي احنا فيه شهر واحد يعني، هتلاقيه معظم الناس اللي بتخزن طول السنة سمنة جايباها في الشهر ده. طبعا هي سعرها السنة دي وصل 280 و290، وفي أماكن بيبيعها ب300، ولكن انتي بتجيبيها تبدأي بقى تستخدميها مثلا لو بتعملي طيور، لو بتعملي بيها لسان العصفور، بتعملي البيض، فبتنفعك طول السنة وبحس فيها خير وبركة عن السمنة الخفيفة. لو جبتها في فصل الصيف أيام الحر بتبقى خفيفة، ما تبقاش فيها بركة بصراحة يعني. طيب أنا لما بفرز سمنة بفرزها ازاي؟ في ناس بتسيحها في برطمانات وتسيبها متسيحة، تاخد منها على طول. أنا بسحب بالواحدة بالاتنين بالتلاتة على حسب ما أنا عايزة، بالأسبوع كده. ما بحبش ان انا اسيحها، بحب احطها زي ما هي زبدة كده في الفريزر، واسحب منها على قدر يعني ما انا محتاجة. السبانخ اللي اختلف عليها كتير بالنسبة لي. انا يا بنات جربت زي ما انتوا قلتولي قبل كده، يا ام علي انت ازاي بتقطعي السبانخ وبعد كده تغسليها؟ انت كده بتروحي فايدتها. انا بقى جربت ان انا اغسلها الاول وبعدين بقى اقطعها. كانت يا بنات فيها جزة كده على السنين، وكانت مليانة أملاح. فأنا بحس الحركة دي بتنزل شوية من أملاح الحديد، الأملاح اللي جواها دي بتنزلها شوية، وبرضه فيها فايدة. أكيد ما راحتش الفايدة كلها ولا حاجة، وهي دي الطريقة اللي أنا متعودة عليها على طول. فلما انتوا قلتولي يا ام علياء اغسليها الأول وهي لسه ورق وبعد كده قطعيها، حسيت طعمها كان غريب. بصوا بقى، بقعد احطها في المية وانقلها من يمين وشمال، وتنزل التراب والرمل اللي تحت ده كذا دور بقى، ده مش دور ولا 2 ولا 3، لغاية لما مبيبقاش فيها رمل خالص. وبعد كده بحطها برضو تتصفى معايا في نفس المصفى، تنزل ميتها تماما، ولا بسلقها ولا بحط عليها كربونات ولا بحط عليها اي حاجة من الحاجات الافتكاسات الغريبة اللي بحسها انها بتضيع طعم الحاجة. خلاص كده يا بنات تمام. انا هحطها تتصفى على ناحية، وبعد كده باخد في الاكياس على قد الطبخات اللي انا محتاجاها. دول حوالي 3 كيلو سبانخ، مش اكتر من كده يعني. انا مثلا لو هنحتاج ناكلها في رمضان ممكن نعملها مرة، وبعد كده يبقى كام كيس، مثلا 5 اكياس ولا 4 اكياس لبقية السنة، وقت مثلا ما الولاد نفسهم فيها او حاجة، او ما عنديش طبخة في يوم محتاجة خضار، فبطلعها اعملها في وقت شهر 5 و6 و7 في الأوقات ديت يعني، يكون بقى السبانخ وحشتنا وغابت عننا شوية يعني. طبعا هي لغاية دلوقتي السبانخ مالية السوق وبخيرها وحلوة يعني، هو ده وقت التخزين بتاعها، الوقت الشتاء اللي هو الشتاء ده يعني. في ناس بقى يا بنات بتفرز القلقاس. انتوا طبعا متابعيني في القناة دايما، عمري ما فرزت القلقاس، بل تقريبا انا عمري ما طبخت معاكم القلقاس، بل كمان تقريبا انا ما بطبخش القلقاس وما بناكلوش قد كده، فيعني ما بطبخوش اصلا. ففي ناس بقى بتفرزه وبتعمل معاه السلق في اكياس لوحدها والقلقاس، وعندهم يعني القلقاس ده حاجة اساسية قوي 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 في التفريزات. مش هتلاقوه في الفيديو بتاعي لان انا مش متعودة عليه وما بناكلوش بصراحة. طريقة تفريزه سهلة قوي وهتلاقيها في فيديوهات كتيرة يعني. المهم كده يا بنات، بدأت بقى ايه احط زي ما انتم ملاحظين كل حاجة في فايلات، علشان انا الفريزر بتاعي افقي اللي هو مش الادراج، فلازم يبقى فيه منظمات زي كده عشان الحاجة ما تتوهش. وكمان انا حتى لو احط في الفريزر بتاع التلاجة العادي اللي هتشوفوه دلوقتي، برضو لازم احط في منظمات، علشان الولاد بيسحبوا حاجة بيقعدوا يحطوا ايس كريمات كده طول الصيف، بقى لسه جاي الحاجات دي لسه هتفضل في الفريزر، ما يبهدلوش الحاجة بتاعتي، عشان هما برضو ايديهم على الفريزر، مش انا بس اللي ايديا على الفريزر يعني. كده تمام يا بنات. ده كده مثلا كنت عملت الحاجات دي كده في يوم، فلما خلصت الحاجات، في حاجات بفرزها في الفريزر بتاع التلاجة العادي، وبعد كده بنقلها في الفريزر الكبير بتاعي، البوكس الكبير، ولكن بخليها تتجمد الاول في الفريزر ده. تمام كده تمام حبايبي. يلا بقى كده نرص الحاجات كده مع بعض. وطبعا ولادنا تبارك الله بيبقوا في يوم زي كده فرحانين قوي. عارفين بحاول دايما وانا بعمل تجهيزات رمضان، بنقل ده عشان رمضان، وبنعمل البيت عشان رمضان، يلا ننظف عشان رمضان. بحاول دايما انقل لولادي بهجة رمضان، ورمضان ده شهر مش عادي، مش حاجة مش عادية فعلا، داخل علينا فعلا شهر لازم بنحسب له حساب، حاجة مستنيينها بفرحة ان شاء الله بإذن الله يعني، اللهم بلغنا رمضان. فالولاد اتعودوا مني لما بيشوفوا الحاجات دي ويسألوني بقى على طول، ده رمضان يا ماما؟ عبد الله بقى وجمانة بالذات ويبقوا محتفلين معايا يعني. انا يا بنات على قناة سفيرة السعادة مع ام علياء، تابعيني فيها، هتلاقيني عاملة فيديوهات حلوة قوي للاستعداد لرمضان ايمانيا،
وحاجات كتيرة قوي تخص نفسيتنا وشخصيتنا وتطوير ذاتنا دينيا ودنيويا. تابعيني على قناة سفيرة السعادة، اكتبي في البحث كده سفيرة السعادة أم علياء، أو كمان هحطلك الرابط في التعليق المثبت. ما تيجوا بقى على الكرنب الشتوي. عايزة تفرزي كرنب الأيام دي ثم الأيام دي، ما تروحيش تفرزي كرنب مثلا بعد لما الجو بدأ يعني ايه يدفي كده، لا، هو الأيام دي عز الكرنب الحلو اللي فعلا المسكر يا بنات، اللي هو البلدي المسكر. زي ما انتوا شايفين باخد الكرنبايه راسها كده من فوق، اقورها كده واحطها هيله بيله في حله فيها ايه يا بنات بقى عشان تفرزيه ما يجلدش معاكي، معلقه من السكر وشويه كمون. ما تحطيش ملح في السلقه بتاعه الكرنب بتاعه التخزين، حطي معلقه بس من السكر وشويه كمون واسلقيه نص سلقه، وبعد كده طلعيه على طول في ميه من الحنفيه عشان توقفي عمليه السوا بتاعته. وبعدين بعد كده زي ما انت شايفه الطريقه سهله، ممكن تجيبي كذا ورقه كده على بعض علشان تخزنيه بكذا طريقه وكذا شكل. هتشيلي العروق كده وبنفس العدد الورق اللي فوق بعضه هتبداي بقى تقسمي كده ايه الورق باي اشكال تحشيها بعد كده بحيث يبقى مرصوص على بعضه في الاطباق. ودي كده طريقه اللي هي طريقه الورق وهو مفروض يعني. في بقى طريقه تانية بحب اعملها على طول بصراحه وبتحسسني الورق بيبقى فيه بركه اكتر من كده، اللي هي طريقه ان انا اشيل العرق كده تمام وبعدين اعملها زي رول كده يا بنات، هتشوفيها دلوقتي. اشيل الزوايد شايفين كده بس مش بقطعه ولا حاجه. اول لما يفك معايا بقى لما اجي احشيه لما اطلعه من الفريزر بحطه على الرخامه يفك معايا، وبعد كده ابدا بقى اقطعه وقت الحشي وخلاص. حلو وجميل. بصراحه يعني ما بدوسش قوي في تفريز الكرنب، علشان الكرنب يعني مهما كان من الحاجات، في حاجات تفرزيها تحس انها فريش طول السنه معاكي وكانك لسه عاملاها، وفي حاجات بيبقى تحالي زي كده او تحليه يعني مش اللي هو لا عمره ما بيكون زي وقته، بس برضو بيبقى اسمه كرنب بس ما بيكونش زي وقته. اللي بيبقى فعلا يا بنات تحطيه طول السنه ويبقى زي وقته ورق العنب. ورق العنب فعلا حلو قوي في التفريز، تطلعيه كأنك لسه مقطفاه دلوقتي. نيجي على الطماطم، عملتها معاكم تريليون مرة، ولكن أنا عايزة ألفت نظرك إن دي من التفريزات الأساسية لرمضان. الأيام دي الطماطم سعرها حلو الحقيقة، انزلي هاتيلك ثبت سعره دلوقتي 140 150 120 130 على حسب المنطقة اللي انت فيها، بس هو ما يعديش 160 جنيه الأيام دي، عشان بعد شوية هتلاقي سعرها زاد لأن الأمطار لما بتبدأ تنزل الزرع يعني بيقل والحاجات بتغلى بقى الخضروات، فابدأي فرزي عامة كل أنواع الخضروات يا بنات. الوقت ده مناسب جدا جدا تلحقي نفسك فيها يعني، من غير أي مية على البوتاجاز بتحطيها. كنت منزله لكم فيديو قصير من الفيديوهات القصيرة قايله لكم طريقتها بالتفصيل. وبعد كده المية دي أنا مش ضايفاها، المية دي نازلة من الطماطمية نفسها بعد ما شلت الدايرة اللي فوق دي بس كده نضفتها منها، وبعدين هتضيفي عليها معلقتين 3 من السكر علشان الحداقة والحموضة اللي فيها دي. وبرضو السكر زي ما انا بقول لكم من اول الفيديو مادة حافظة. فيا بنات انا والله نفسي الحبايبي المبتدئات اللي لسه عرايس او لسه فاتحين بيوت جديدة احتفظي بالفيديو ده عندك بصدق وبأمانة. كل انواع التفريزات اللي انا قايلها لك في الفيديو تفريزات بنسبة يعني 100% مفيهاش حاجة غلط خالص، علشان فعلا تحافظي على فلوسك من غير ما يعني ايه تبهدلي فيها. تعالوا كده بقى يا بنات بالهاند بلندر هتعمليها وبعد كده صفيها. لو هتعمليها للمحاشي زي ما بقولك ما تصفيهاش ما تتعبيش نفسك، ولكن البذر ده او القشر بيمرر في الحاجة، عشان تحفظيها اكتر خليكي كده شطورة واصبري كده عليها. خلي يوم واحد بس تفريز الطماطم عشان ما تتعبيش وصفيها كويس جدا. كل ما تصفي الطماطم كل ما تحتفظي بيها، يعني ممكن طول السنة تقعد معاكي في الفريزر من 6 شهور بس طالما محفوظة كويس جدا في الفريزر والفريزر شغال عليها ما تقلقيش يعني. وبعد كده بقى تحطيها في اكياس او في علب زي اللي انا كنت حطاها في اول الفيديو دي، وتسحبي كيس بكيس زي ما انت عايزه. بالفيديو ده حبيبتي قدمتلك كل انواع التفريزات الواقعيه العمليه اللي فعلا مش هتضيعي بيها فلوسك وهتوفر عليكي وقت ومجهود في رمضان بالذات، وتقدري طول السنه تستخدمي الحاجات دي وهي موجوده عندك ومحفوظه بطريقه صحيحه بنسبه 100%. اتمنى تكوني استفدت حبيبه قلبي بالفيديو ده. من فضلك لو عجبك الفيديو انشريه وشيريه، ولو عجبتك القناه يسعدني جدا اشتراكك. ما تنسيش تعملي لي لايك. جزاكم الله خيرا حبيباتي ومحباتي، كل عام وانتم بخير. اللهم بلغنا رمضان. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.